السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي احنا في page 38. هنكمل حل كتاب كونكت الترم التاني سنة 5. بيقول بقى هنا ايه listen and write true or false، يعني استمع واكتب صح او خطأ. ده ايه نص استماع، فهنشوف بقى نص الاستماع قبل ما نبدأ نحل. في الآخر الكتاب بيبقى فيه نصوص الاستماع. اه نص الاستماع نستمع قبل ما نحل. Ancient Egyptians wanted to keep their homes cool. اهو انا ايه نص الاستماع ده المفروض نسمعه بس، فانا هخبي القرايه وانا بقرا. Ancient Egyptians wanted to keep their homes cool. The mud bricks helped do this. طبعا انا هنا ايه، هو في الامتحان مش هيبقى فيه ترجمة، بس احنا ايه نترجم هنا مع بعض عشان ده ايه احنا بنتمرن ونتعلم مع بعض. Ancient Egyptians wanted to keep their homes cool، يعني المصريون القدماء كانوا يريدون أن يجعلوا بيوتهم باردة، يعني معتدلة البرودة. The mud bricks helped do this. الطوب اللبن أو الطوب اللبني أو الإيه أو الطوب اللي هو مصنوع من الطين helped do this، كان يساعدهم على فعل ذلك. Some people painted their homes white to make them cooler. بعض الناس كانوا يدهنون يدهن يدهنون their homes بيوتهم white باللون الأبيض to make them cooler لجعلها أكثر برودة. Ancient Egyptian homes all had flat roofs. كل البيوت أو المنازل المصريين القدماء كانت لها أسطح مسطحة، أسقف مسطحة. which يعني كانت السقف مسطح. which were the coolest part of the house، وكانت أبرد الأماكن في المنزل، طبعا بالليل مش بالنهار. families often slept on roofs on hot nights، يعني كانت الأسر تنام في تلك الأسقف في الليالي الحارة. يبقى هنا بعد ما استمعنا Ancient Egyptians wanted to keep their homes hot، يعني كان المصريون القدماء يريدون أن يجعلوا منازلهم حارة، طبعا خطأ، كانوا يريدون أن يجعلوا منازلهم باردة. Some people painted their homes red، بعض الناس كانوا يدهنون بيوتهم باللون الأحمر، طبعا برضو خطأ، كانوا يدهنون بيوتهم باللون الأبيض. All ancient Egyptian homes had flat roofs، كل منازل المصريين القدماء كانت لها أسقف مسطحة. هو قال all ولا قال some؟ لا قال all تمام، أتأكد. بعض كانت لهم أسقف مسطحة، صح. Families often slept on the roofs on hot nights، صح. الأسر كانت تنام في الأسطح أو على الأسطح في الليالي الحر. ندخل بعد كده في اللي هو النص الاستماع التاني.
نصوص الاستماع، نص الاستماع التاني. يونت 7 احنا لسه lesson 3. النص الاستماع التاني هنقول In ancient Egypt, people in cities lived very close together. في مصر القديمة كان الناس في المدن يعيشون بالقرب من بعضهم، قريبا جدا من بعضهم، يعني كانوا بيسكنون قريب من بعض. And so they built their houses taller. عشان كده ولذلك كانوا يبنون منازلهم أطول. كانت البيوت بتاعتهم أطول. With 2 floors. كانت بتتكون من طابقين. City houses joined together. كانت منازل المدينة منضمة أو قريبة جدا من بعضها البعض، يعني كانت جنب بعض وفي نفس المكان كده. Just like today. كما هو الحال اليوم. In the countryside. يعني في الريف. Houses usually only had 1 floor. المنازل كانت في العادة لها دور واحد أو طابق واحد. And they also had a garden. وكانت أيضا لهم حديقة. They grew vegetables and kept chickens there. كانوا يزرعون الخضروات وكانوا يربون الدواجن هناك. يبقى هنا يعني كانوا بيربوا الفراخ. Listen and complete. In ancient Egypt, people in cities lived very together. في مصر القديمة الناس كانوا يعيشون في المدينة، كانت الناس تعيش بالقرب من بعضهم. Close together. Close. People build their houses taller with 2 in cities. الناس كانوا يبنون بيوتهم أطول بطابقين with 2 floors من طابقين. In the ancient Egyptian houses had 1 floor. In the countryside. وكلمة countryside اهي countryside. In the countryside they had a حاجة to grow vegetables. They had a garden. كانت عندهم حديقة. ندخل بعد كده بقى نستمر في page 38. People made their homes near. كان الناس يبنون منازلهم بالقرب من من النهر. Near the Nile in the past. بالقرب من النهر في الماضي. يبقى دي مع 1. Farmers always. كانت المزارعون دائما. Build their homes. لا ده سؤال أصلا ما ينفعش. That had 1 floor. لا. Large pots. لا. Farmers always keep chickens. أيوة. المزارعون دائما يربون الدواجن أو يقومون بتربية الدواجن. Keep chickens. Farmers always keep chickens. المزارعون دائما يربون أو يقومون بتربية الدواجن. هنا نمبر 3 بيقول ايه؟ Where did they؟ يبقى سؤال، ما فيش سؤال غير واحد بس اللي هو هنا Where did they build their homes؟ أين كانوا يبنون منازلهم؟ نمبر 3. طيب people stored crops in. كان الناس يخزنون محاصيلهم في. كان الناس بتخزن محاصيلهم فين؟ في large pots and baskets. نعم في large pots and baskets. في الأواني الضخمة أو الأواني الكبيرة والباسكتس والصناديق. يبقى هنا نمبر 5 نمبر 4. Number 5. I live in a house that had 1 floor. لا.
I هنا الجملة بس مش مظبوطة يعني كجرامر. هي I live in a house built which is لا I live in a house that has المفروض دي has مش had that has one floor. تمام، يبقى دي كده ايه، أنا أسكن في بيت يتكون من طابق واحد. ندخل بعد كده في page 39. في page 39 بيقول بقى reorder the words to make correct sentences. أعد ترتيب الكلمات لتكوين جمل صحيحة. نبدأ بسم الله. what لازم تيجي بعدها الفعل المساعد did، وبعد كده لازم تيجي الفاعل السبجكت what did people. بعد الفاعل لازم يجي الفعل what did people use. وبعدين to build homes ماذا كان الناس يستخدمون لبناء البيوت. طيب ندخل بعد كده في نمبر 2 ancient Egyptians يعني القدماء المصريين. يبقى لازم هيجي بعدها فعل. تمام، هو في هنا فعل اهو بس في كلمة often يعني عادة، فلازم ايه نجيب often دي قبل ايه relaxed. usually هنا قاعدة في البريزنت سيمبل اللي هي الكلمات زي usually وكلمات زي always. معلش اهو هثبت اهو كلمات زي often انا هكتبها في سبورة هنا عشان يبقى برضو نفهمها. كلمات زي usually و often و sometimes احيانا و always دائما. يعني كلمات اللي هي بتدل على التكرار دي اللي هي دي يجي بعديها الفيرب، يجي بعديها الفيرب ما يجيش قبليها، ما يجيش ايه قبليه. يبقى هنا ده الايه الحته اللي احنا كنا عايزين نوضحها. تمام، يبقى ancient Egyptians often relaxed في العادة كانوا يسترخون on the roofs على الأسطح on the roofs. طيب ancient Egyptians طبعا القدماء المصريين لازم يجي بعديها الفعل slept كانوا ينامون sleep الماضي بتاعها slept ينامون على slept on reed mats يعني ايه سجاجيد من الحصر. في الانجليزي بنعكس سجاجيد من الحصر هي ايه reed mats بيجيبوا الايه الصفة قبل الايه النوم on reed mats يعني بيجيبوا البروبرتي قبل الايه الادجكتيف قبل النون او الصفة قبل الاسم. ancient Egyptians slept on reed mats يعني القدماء المصريين كانوا ينامون على سجاجيد من الحصر من الايه من الجريد او الايه الحصيرة يعني جمعها حصائر. people يبقى لازم فعل use الناس يستخدمون هيستخدموا ايه المية بس هنا ايه في كلمة the Nile يبقى the Nile water يعني ايه ماء النيل. برضو الانجليزي في الانجليزي ما نقولش ايه لما احنا بنقول ايه ماء النيل في الانجليزي ما نقولش بقى water the Nile لا نقول the Nile water. يبقى people use the Nile water for drinking من اجل الشرب.
تمام جدا. punctuate the following يعني ضع علامات الترقيم للآتي. What do you think about ancient Egyptians؟ يعني ما هو رأيك في المصريين القدماء؟ ايه الغلطة هنا عندي؟ what لازم نبدأ بإيه؟ كلمة استفهامية. ancient كويس. Egyptians لازم برضو تبقى كلمة الحرف الايه بتاع المصريين القدماء. ancient عملها صح، و Egyptians برضو صح، وحاطط بقى استفهام صح، يبقى هنا ادي الغلطتين. في العادة في سنة 5 بيبقى في غلطتين في علامات الترقيم. Their home is very different from ours. في غلطتين. أول حاجة their لازم تبقى capital، التي تبقى capital في الأول وكله تمام، وفي الآخر في نقطة dot أو full stop. يبقى their home is very different from ours. برضو نفهم الجملة. منازلهم أو بيوتهم مختلفة تماما عن بيوتنا. يبقى ادي كأن في سؤال وفي إجابة. ايه رأيك في القدماء المصريين؟ بيوتهم كانت مختلفة عن بيوتنا. هنا بقى يعني ايه برضو موضوع تعبير هنطول ونكمله علشان يبقى كملنا بس الدرس كويس. هنسترشد برضو بالإجابات اللي ورا ونحاول نجيب الموضوع أو نكتب الموضوع بطريقة أبسط، بس برضو هنستفيد من الطريقة اللي مكتوبة بيها في الإجابات ورا. يونت بسم الله. يونت 7. احنا دلوقتي اللي هي ايه؟ الفقرات الإنشائية، اللي هي الايه الفقرات الباراجرافز اهي. هو هنا وات جايب لنا هنا كايه أسئلة تساعدنا. احنا برضو هنقرا والقراية دي هتفيدنا لما نيجي عشان يبقى ايه نجيبها بطريقة أسهل. Ancient Egyptian homes منازل قدماء المصريين. Ancient Egyptian people looked after their homes. يعني الناس في اللي هم الناس القدماء قدماء المصريين تمام looked after their homes كانوا يعتنون بمنازلهم. They were very simple and clean. المنازل كانت بسيطة وكانت نظيفة. They were very different. طبعا المنازل كانت مختلفة تماما. Ancient Egyptians used the mud of the Nile to make the bricks of their homes for their homes. يعني القدماء المصريين كانوا يستخدمون الطين طين النيل لعمل الطوب من أجل منازلهم. The mud bricks made their homes cooler in summer. يعني الطوب الطيني أو طوب اللبني made their homes كان يجعل منازلهم أكثر برودة في الصيف. People use papyrus to cover doors and windows. يعني الناس كانوا يستخدمون ورق البردي لتغطية الأبواب والنوافذ الشبابيك. All the houses had flat roofs. وكل المنازل كانت لديها أسطح أو أسقف مسطحة. يعني كان إيه كده. إحنا إيه خدنا كده بس معلومات وهنجاوب برضو بطريقتنا. What did their homes look like؟ يبقى إحنا إيه ancient Egyptian homes. ممكن نقول هم جايبين إيه what it had roofs. What did they use؟ هنا في بعض الإيه الحقائق اللي تساعدنا لما نيجي نكتب الفقرة. What did their homes look like؟ ماذا كانت منازلهم تشبه؟ It had flat roofs. كانت منازلهم لديها أسقف مسطحة. What did they use to build it؟ ماذا كانوا يصنعون لبنائها؟ They use mud bricks to make it. كانوا يستخدمون الطوب اللبن لبنائها.
يبقى هنا ancient Egyptian homes هنتكلم عن منازل قدماء المصريين. نقول أي حاجة بقى، نبدأ بأي حاجة، بس نبدأ كده بفقرة بكلمة جملة افتتاحية للفقرة. ancient Egyptian homes مثلا هما كاتبين ورا كانت clean وكانت ايه simple بسيطة. احنا ممكن نكتب clean بس يبقى ايه وكانت جميلة lovely beautiful مختلفة different. تمام. يبقى ancient Egyptian homes مثلا was lovely مثلا. او خلينا ايه عشان نتمرن على الكلمات اللي ورا. ancient Egyptian homes. هو ما جبناش اي كلمة جديدة، نفس الفقرة اللي فوق نفس العنوان. was. تمام. كانت مثلا clean and simple. كانت بسيطة. طيب ممكن نقول بقى ايه، نستخدم برضو ancient Egyptians القدماء المصريين. نقول اي حاجة، كانوا بيحبوا بيوتهم او كانوا بلاش دي. طيب بين what did their homes look like. It had flat roofs. was clean and simple. هنقول ان هما كانوا بيسكنوا البيوت كانت قريب من النيل. ايه رأيك نقولها دي. their homes was near the Nile. يبقى حلوة دي. their homes منازلهم، او يا اما ancient Egyptian homes اللي اسهل لك اكتبها. was near the Nile كانت بالقرب من النيل. وبس كده. their homes was near the Nile. هنا نستخدم بقى ايه it had flat roofs. تمام. it had flat roofs يعني كانت المنازل لها أسطح مسطحة. they used mud bricks to make it. they used ما جبناش حاجة من عندنا. نضيف بقى شوية كمان ايه، نقول ان منازلهم كانت مختلفة عن منازلنا. ونزود كلمات عشان نزود كلمات، نقول ancient Egyptian homes يعني انا برضو غلطت هنا، بدل دير دي كان ممكن نقول برضو ancient Egyptian عشان نزود كلمتين كمان. ancient Egyptian homes was different. ancient Egyptians برضو عشان بستخدم لك كلمة ancient Egyptians تاني. painted their houses white كانوا يدهنون painted the walls كانوا يدهنون
الجدران وايت باللون الأبيض. يبقى احنا كده قلنا كام جملة، ونبدأ نقول في الآخر أي حاجة نختم بيها الفقرة. نقول مثلا نقول في المدن كانت البيوت قريبة من بعضها البعض. in cities في المدن homes were near people homes were close. يعني Egyptian homes, ancient Egyptian homes were close. وننهي بقى في الآخر مثلا نقول إيه: أنا أحب منازل القدماء المصريين. I like ancient Egyptian homes. يبقى دي عندي هنا وعندي هنا، ويبقى كده الحمد لله خلصنا lesson 3، ونبدأ المرة الجاية في lesson 4 إن شاء الله. وشكرا على المتابعة.